السلام عليكم. كتمت في الإمارات من جمهور نادي مانشستر سيتي. يا شباب الشغل نجح والضغط الإعلامي نجح، لكن لسه أضغطه لغد ما نصل للنهاية. لما عرفوا إنه مالك بتاع النادي منصور بن زايد متورط توريط كبير جدا في حرب بتاعت السودان من دعم الأسلحة والزغاير، أكبر منصات الدائمة للجمهور بتاعت مانشستر سيتي قامت وخرجت من ضمنها قناة اسمها مان سيتي فيفر، ودي معروفة قناة كبيرة جدا، قناة بتاع الجمهور بتاعت مان سيتي. قال في حين إننا جميعا معجبون بمانشستر سيتي كفريق كرة القدم، فقط لاحظنا بعض التعليقات في قنوات السيتي تتعلق بالسودان. تتعلق هذا التعليقات بتقارير تربط شيخ منصور بن زايد مالك النادي، وهو مسؤول إماراتي رفيع المستوى الرجل الثاني، بدور في بلاد الدولة السودانية الصراع، وهو الذي ينفق أموال تائلة للميليشيا لقتل الأبرياء في ذلك الدولة. على الرغم من أن هذا الموضوع لا يربط بشكل مباشر بالنادي أو لاعبيه، فقط أثير نقاشات حول مسؤولية مالكي النادي وحكومتهم فيما يتعلق بالوعي والشفافية والمسؤولية الأخلاقية. وتاني قناة والمنصة لجمهور بتاع مانشستر سيتي اسمه ايرلينغ رول قال الأمر صعب، ولكن يجب أن نتخذ موقفا عندما تكون الأمر لهذا. بس الأمر لما يكون لقتل الناس ولتشريد الناس أكبر من كرة القدم. لن أشتري تذكرة ولن أبي بضايا من نادي ولا أحضر المباريات حتى يثبتوا إنهم ليسوا متورطين في هذا الشغل كهدمة. لكن الضغط مهم، لسه أضغطوا في مانشستر سيتي وخشوا مع رولينج مانشستر سيتي فيفا، وخشوا ايرلينج رولينج برضو قدامنا. ما تحياتي له.